من أي بئر تشرب. رسالة رب لنا هي اليوم بعنوان من أي بئر تشرب. هي دعوة من الله لنا أن نأتي لنشرب، ولكن لا لنشرب من أي بئر، ولكن حتى نشرب من الماء الحي، الماء اللي بيعطينا الحياة. لشو روحك مشتاق؟ شو هي الأمور اللي روحك مشتاق لها؟ لما بتعطش لوين بتروح؟ من أي بئر تشرب؟ هل جربت بيوم من الأيام أنك تشرب من بئر؟ وهل البئر كان مسموم أو كان ميته مالحة؟ رغم أنه شكل البئر كان جذاب وكان حلو؟ هل يمكن أن يكون هناك بئر وهذا البئر هو فقط بيمنح الحياة الحقيقية؟ هل ممكن يكون فيه بئر بيمنح هذا البئر الحياة الحقيقية اللي الإنسان يبحث عنها ومشتاق أنه يعيشها؟ هل شربت من ذاك البئر الذي لا يعطش إلى الأبد؟ لما تشرب من مية هذا البئر ما راح تعطش مرة ثانية. هل شربت من هذا البئر يوم من الأيام؟ هل قدرت تتعرف على هذا البئر اللي بيرويك من ماء الحي؟ للإجابة على هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة مشابهة لهذه الأسئلة، نحن محتاجين نفهم بعض المفاهيم، نوعن النظر في بعض المفاهيم ونتأمل فيها. قبل ما نحكي شو هي المفاهيم، خلوني أقرأ لكم عددين من إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عدد 13 و 14. بيقول الرب يسوع: أجاب يسوع وقال له: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. هذا اللي الرب يقول عن هذا الماء. المفهوم الأول اللي لابد أن نوعن النظر فيه ونتأمل فيه هو: آبار هذا العالم كثيرة ولكن لا تروى. هناك آبار كثيرة، في آبار كثيرة بالحياة. العالم بيقدم لنا آبار كثير، ولكن هي الآبار مهما شربت منها ما بترويك، بتضلك عطشان. نعم، الإنسان عطشان، يعطش الإنسان، ولكن عطشان مش للماء فقط. الإنسان عطشان للمعنى الحقيقي للحياة. الإنسان عطشان للأمان، عطشان للمحبة، عطشان للهوية، يلاقي هويته، عطشان للقبول، يكون شخص مقبول. الإنسان عطشان لأمور كثيرة العالم ما بيقدر يعطيها. لذلك آبار العالم كثيرة لكنها لا تروي الإنسان. العالم بيقدم آبار كثير، ولكن هذه الآبار نعم هي جذابة. اسمع معي شو هي الآبار اللي بيقدمها العالم. بيقدم بئر النجاح الدنيوي. العالم أيضا بيقدم بئر العلاقات. الإنسان ما بيشبع من العلاقات. هناك بعض الأشخاص اللي بتلاقيهم علاقات علاقات علاقات، ولكن من دون أن يكون هناك شبع وارتواء للعلاقات. بئر المال والممتلكات. قديش بتعرفوا ناس عايشين حياتهم شغل؟ مش الهدف هو الشغل، الهدف جني المال، المال فقط المال. بتقعد معه بتاخذه بحديث 10 دقائق بيحكيك عن المال، بيحكيك فيه كيف ممكن يلاقي الغنى. بئر المال والممتلكات، بئر الفلسفات والفكر الإنساني. ناس كثار بتعبد هذا الفكر وما بترتوي. فهناك آبار كثيرة يقدمها العالم وهي تبدو جذابة لكنها لا تروي. أحبائي، وهي الآبار كلها لديها قاسم مشترك واحد، وهو أن ماءها لا يروي بل يزيد الإنسان عطشا. الشخص اللي بيحاول يشرب من هذه الآبار ما بيرتوي، بالعكس عطشه بيزيد يوم بعد يوم. القديس أغسطينوس في كتاب الاعترافات قال هذه الكلمات:
الشيطان يملأ آبار العالم بماء مالح، كلما شربت منه ازددت عطشا. الشيطان، هي الآبار اللي حكينا عنها، الشيطان يملأ آبار العالم بماء مالح، وهذا البير، مية هذا البير على قد ما تشرب منه بتزداد عطشا. المفهوم الثاني اللي محتاجين نمعن النظر فيه ونتأمل فيه هو يسوع وحده هو البئر الحقيقي للماء الحي. بتفتش على الماء الحي، يسوع وحده هو البئر الذي يعطيك هذا الماء الحي. لقاء الرب يسوع المسيح مع المرأة السامرية هو لقاء كل نفس بشرية على وجه الأرض. لقاءه مع هذه المرأة كان لقاءه مع كل واحد منا. كانت المرأة السامرية تبحث عن الإشباع، لكنها كانت تشرب من آبار فاشلة. كانت تشرب من آبار فاشلة، والآبار اللي شربت منها شو أعطاها؟ 5 رجال والسادس لا يدعى زوجا. أن الرب يسوع كان لديه 5 أزواج، والذي تعيشين معه الآن ليس زوجك. فالآبار اللي كانت تشرب منها كانت آبار فاشلة، آبار لا تروي، بل كانت تزيدها عطشا. لكن الرب يسوع بيقدم لنا عرض لا يقاوم. الرب يسوع لا يقدم لنا دينا جديدا، بل يقدم لنا حياة جديدة. لا يقدم لنا إصلاحا خارجيا، بل يقدم ينبوعا داخليا. لا يقدم لنا ماء يجلب من الخارج، بل هو يقدم لنا نبعا ينبع من الداخل. هذا هو العرض اللي بيقدمه الرب يسوع لنا. كل من يقبل إلى يسوع لا ينال دينا جديدا، بل ينال حياة أبدية، ينال حياة جديدة. أما كل الذين في المسيح فهم خليقة جديدة، فهو يقدم حياة جديدة. لا يقدم لك إصلاحا من الخارج، بل يقدم لك ينبوعا ينبع من داخلك بأنهار مياه حية. الكاتب المسيحي باسكال كتب في كتاب اسمه كتاب التأملات، قال فيه أن في قلب الإنسان فراغ لا يملأه سوى الله. في قلب كل إنسان هناك فراغ، هذا الفراغ لا يمكن أن يمتلئ إلا بالله. هذا الفراغ فقط الله هو الذي يملأه. نحاول ملئه، هذا الفراغ نحاول ملئه بأشياء كثيرة لكنها لا تنجح. كل واحد منا عنده بداخل فراغ، هذا الفراغ هو فقط بيمتلئ بالله نفسه، بيسوع المسيح نفسه. ولما ما بتلجأ للمسيح هذا المكان بيبقى فراغ، هذا الفراغ بيبقى موجود. وهذا الفراغ لا يمكن أن يمتلئ من ينابيع العالم، من العلاقات، من المال والممتلكات وإلى آخره. لا يمكن. ليش؟ لأنه هذا الفراغ فقط يمتلئ بالله نفسه. المفهوم الثالث هو الشرب من البئر الحقيقي، يعني علاقة حقيقية مع الله. لما تشرب من البئر الحقيقي يعني أنت على علاقة حقيقية مع الإله الحقيقي. يوحنا الإصحاح 7 عدد 38 بيقول الرب يسوع: من يؤمن به تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهي دعوة لنا، دعوة لنا من الرب، دعوة الإيمان، أن تقبل المسيح ويكون لك ثقة كاملة بالمسيح. العلاقات أو العلاقة ليس فقط المعرفة عن يسوع، يعني يكون عندك علاقة مع الرب يسوع، مش تكون فقط بتعرف عن يسوع، بل تكون على علاقة حقيقية مع يسوع. أيضا التحول، أن تتحول حياتك من باحث عن الإشباع إلى شخص يشبع الآخرين. فالرب يسوع بيدعونا لما بيقول من يؤمن به تجري من بطنه أنهار ماء حي، يدعونا للإيمان، يدعونا للعلاقة معه، يدعونا للتحول. عندما نشرب منه، عندما نؤمن به، عندما يسكن فينا بروحه، تحول حياتنا من حياة أبحث عن الشبع إلى شخص يشبع ويروي الآخرين.
أحبائي، لا يمكن للإنسان أن يشبع غيره إلا إن كان قد شرب أولا من الماء الحي. إذا ما كنت شربان من البئر اللي بيعطي ماء حياة، لا يمكن أن تستطيع أن تشبع غيرك. لذلك عليك أن ترتوي من هذا البئر. كذلك أيضا لا يمكن للكنيسة أن تغير العالم إن لم ترتوي من شخص المسيح يوميا، ترتوي منه بعلاقة قوية حقيقية حية. لذلك عندها يمكن للكنيسة أن تغير العالم. المفهوم الرابع هو كيف نشرب من هذا البئر؟ في بئر بيعطينا ماء حي، هو البئر الحقيقي بيروينا. كيف نشرب من هذا البئر؟ نشرب من هذا البئر بالإيمان بشخص يسوع كمخلص ورب للحياة. أيضا بقراءة كلمة الله التي تكشف وجه المسيح وتغذي أرواحنا. بالصلاة، لكن الصلاة لا كروتين، بل بشوق اللقاء مع ينبوع الحياة. بالشركة مع المؤمنين، حيث نذكر بعضنا البعض بمن هو مصدر الحياة. برفض الآبار الكاذبة مهما أغرتنا. هاي الآبار اللي بيقدمها العالم، هاي الآبار اللي بتقدمها الحياة اللي هي أساسا في الظلمة، قد وضعت في الشرير. هاي الآبار اللي بتقدمها آبار كاذبة. لا أن نرتوي من هذه الآبار، بل نرتوي من بئر الماء الحي. المفهوم الخامس والأخير هو الشرب من المسيح يقود إلى رسالة. كيف يعني؟ المرأة السامرية تركت جرتها اللي كانت رمز لاعتمادها السابق. فالمرأة السامرية تركت جرتها وركضت لتعلن للآخرين هذه الكلمات: هل انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. ألعل هذا هو المسيح؟ فالشرب من المسيح، إيمانك بيسوع المسيح، يقودك إلى أن تكون رسالة، أن تشهد، أن تحكي للآخرين عن سبب الرجاء الذي فيك. عندما ترتوي من يسوع لا يمكنك إلا أن تشهد عن يسوع. عندما ترتوي منه لا يمكن إلا أن تشهد عنه. ينبوع الماء فيك يتحول إلى رسالة حياة للعالم العطشان. يسوع قال: تجري من بطنه أنهار ماء حي. فينبوع الحياة الذي صار يجري في داخلك يتحول إلى رسالة حياة للعالم العطشان، العالم الذي يشرب من هذه الآبار الكاذبة. طيب، من أين نشرب هذا الماء؟ من أي بئر نشرب؟ السؤال اللي سألناه في البداية: من أي بئر نشرب؟ العطش الروحي أحبائي لا يروى إلا من يسوع. فاشرب من يسوع، اقبل يسوع. الآبار الأخرى بتقدم وعود، لكن لا يمكن أن تفي بعودها، لأنها لا تقدر أن تفي بعودها. لكن البئر الحقيقي المسيح يروي إلى الأبد. يسوع بيرويك مش يوم وشهر وسنة، بيرويك إلى الأبد. تجري من بطنه أنهار ماء حي. دعوة من الرب لنا أحبائي، دعوة من الرب لنا أن لا نلتفت إلى آبار العالم، ولكن أن نلتفت إلى البئر الحقيقي، البئر الذي يعطينا ماء الحياة، الذي ينبع فينا وتجري من بطننا أنهار ماء حي. فنكون رسالة حياة لهذا العالم الذي يشرب من الآبار المشققة، من الآبار الكاذبة، من الآبار التي ليس لها إلا الماء المالح. دعوة الرب لنا نتعرف إليه، أن نأتي إليه. نعم، نحن عطشانين، ولكن رب بيعرف نحن عطشانين للماء الحي، وهو يريد أن يعطينا هذا الماء. امين. تعالوا حبايبي نقف مع بعض نصلي بكلمات، نطلب من الرب يروينا، نطلب من الرب
يعطينا كل الإمكانيات أن نلجأ إليه، أن نأتي إليه، أن نأتي لكي نشرب من هذا البئر، بئر الماء الحي. ممكن نقول هنا مع بعض، صلي معي، ممكن تقول معي هذه الكلمات: يا رب، يا ربي وإلهي يسوع المسيح، نحن عطاش في عالم مليء بالآبار الكاذبة. نعم، نحن عطاش في هذا العالم، وغالبا ما ركضنا إلى ماء لا يروي، ركضنا إلى آبار لا تروي. فاغفر لنا يا رب، أعطنا أن نأتي إليك، أن نأتي إليك اليوم يا يسوع، لا بشروطنا بل نأتي إليك بعطشنا. أعطنا يا رب أن نأتي إليك يا رب بهذه القلوب، هذه القلوب التي تترجى، تتأمل، مشتاقة أن ترتوي إليك. املأ قلوبنا، املأ قلوبنا بماءك الحي، اجعلنا نبعا حيا يفيض على الآخرين. اجعلنا يا رب، اجعل حياتنا تتحول إلى رسالة الحياة لهذا العالم العطشان، العطشان إلى يسوع، العطشان إلى مائك. اجعل حياتنا تتحول إلى هذه الرسالة. علمنا يا رب، علمنا أن نشرب منك كل يوم، علمنا أن نأتي إليك كل يوم، علمنا يا رب أن لا نشبع من معرفتك، أن نسعى إلى أن نعرفك يوم بعد يوم أكثر فأكثر. علمنا يا رب أن نأتي إلى شخصك القدوس شاكرين، ممتنين، مصلين، أن نأتي إليك كل يوم يا رب. علمنا أن نبدأ يومنا بك أنت، طالبين مشيئتك أنت، طالبين حضورك أنت في حياتنا، طالبين قيادتك ورعايتك أنت لحياتنا. ونقول مع داود: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، وإلى مياه الراحة يردني. أيضا يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. هذا هو إلهنا. نشكرك يا أبونا السماوي من أجل أنك أنت تسمع لصلوات شعبك اليوم، المثل أمامك اليوم، تسمع وتستجيب. لك نرفع الشكر والحمد.